الناس قاعدين في المصنع بيعملوا بصباعهم كده ويعدي، واحد يحط صباعه في الجبنه ويعمل كده، يحط صباعه في الجبنه ويعمل كده. النهارده بقى هنفتح اول منتج معانا هنجربه من شركه دومتي، المنتجات الجديده. المنتج ده ماشي دومتي اسطنبولي، هنفتحه ونجربه دوت. بس المختلف هنا ان هو يا اما شكله جديد يا اما ان هم مستعملين، شوف الكرياتيف، دومتي مستعمله جبنه دومتي اللي هي اصلا ماشي، هي شركه اصلا دومتي، شركه في مصر اول ما اتعرفت اللي هي كانت شركه جبنه، فاستعملوا الجبنه الاسطنبولي بتاعتهم في الباتيه بتاعهم. يلا نفتح نجرب وندوق. في ناس عندهم بط. A few moments later. هو الرغيف عامل زي الفينو اللي كانت امي بتدوني في الحضانه، هل ده محروق ولا ده بايظ ولا ما نعرف ايه، بس هو اهم حاجه ان هو زي رغيف الفينو اللي بتديهولك في المدرسه امك، اللي بالجبنه اللي انت بتبدله مع صاحبك العبيط بالبسطرمه. يا رب يطلع حاجه كويسه. حقنه منين؟ مفيش حقنه. بسم الله. نفس كميه الجبنه اللي كانت امك بتحطها لك في الساندوتش اللي ما بتلاقيش فيه جبنه، هو ده. على العموم بص، خدت حته كبيره جدا مفيش اي طعم جبنه، وده من الحته اللي هي فيها الحقنه ما شاء الله. الناحيه الثانيه هاي حلو. الناحيه الثانيه بعد ما قطمت اكتر من نصها الجبنه لسه ظاهره دلوقتي، يعني برضو ما دقتهاش. طب وبعدين؟ اخيرا دقت الجبنه. اولا طعمه جبنه اسطنبولي عادي خالص، اللي هي الفيتا الاسطنبولي العاديه. شركه دومتي فعلا حاطه جبنه، بس تقريبا حطت لحسه بالصباع كده، يعني الناس قاعدين في المصنع بيعملوا بصباعهم كده ويعدي، واحد يحط صباعه في الجبنه ويعمل كده، يحط صباعه في الجبنه ويعمل كده. حرفيا الجبنه اللي فيها قليله جدا ماشي. او نفتح كده عشان برضو نكون اكتر حقانيه، الجبنه يعني مش قليله قوي ومش كتيره قوي، يعني مش عارف هتشوفوها اصلا ولا لا، بس دايما يعني العيش اكتر بكتير، بس طعم الساندوتش احلى من حاجات كتير قوي كلناها ماشي. بس الطعم فعلا طعم الجبنه قليل جدا بس طعمه حلو. طيب انه ب5 جنيه الواحد دي حاجه جميله، ان لسه محافظ على السعر ب5 جنيه، ما حبش يعلي، حب يقلل الكميه بس ما يزودش فلوس، ودي حاجه كويسه. ويلا بينا على المنتج التاني وهقول لكم التقييم في الاخر. المنتج بقى التاني نفس الحوار، دومتي ساندوتش، بس انا المره دي عامله بطعم ايه، الفيتا البلس العاديه، قال يعني فرقت من الاسطنبولي للعاديه. هنفتح نجرب وندوق. طبعا احنا كلنا عارفين الفيتا والفيتا الاسطنبولي. نفتح بس يا رب دومتي ب5 جنيه، ودي اللي مميزاها، دي اللي مخليها مميزه. يلا حبيت اكتر اكيد هجيب ده لانه رخيص، ممكن اجيب منه 3 مع كوبايه شاي تبقى زي الفل. فتحنا نفس الموضوع، نفس الحقنه. فين الحقنه من هنا، عندهم من عند الحقنه. المره دي طعم الجبنه اكتر شويه لانه ظاهر من اول قطمه. الناحيه التانيه برضو طعم الجبنه ظاهر، بس انا عندي مشكله مع الجبنه الفيتا، ان الجبنه الفيتا دايما ملهاش طعم، حاسس ان هي ملهاش طعم، يعني مثلا لا تقارن بالجبنه البراميلي المصريه او الاسطنبولي الاصليه، او في حاجه تانية لايقه على الافيه ده يا استاذ، انما هي طعمها حلو للي بيحب الفيتا. 5 جنيه حلوه على فكره. الكميه بتاعت الجبنه دي اكتر من الكميه التانية بتاعت الاسطنبولي، يمكن عشان الاسطنبولي اغلى شويه. ويلا بينا على السندوتش التالت من دومتي. هات لي بس كوبايه شاي افصل بيها والنبي. المنتج التالت بقى معانا النهارده غريب برضه، اللي هو ايه المنتج اصلا، اللي هو منتج جبنه رومي كريمي. هتستعمله وهتحطه جوه هنا وهندوق الساندوتش. نفتح نجرب وندوق. فتحنا ده ندوق، يا رب يطلع طعمه جبنه رومي. ندوق الاول من عند الحقنه، لان الحقنه هي اللي بتفرق، المكان اللي هو بيتضرب منه الطعم. شوف اول قطمه دي كلها ما ظهرش، بس الحاجه ظهرت جوه. يعني الجبنه الرومي على فكره الكميه مش قليله، بس لسه ما دقتش الطعم. وفي الاخر الحاجه واصله للاخر فعلا، ودي حاجه كويسه. هندوق دلوقتي طعم الجبنه نفسها ونقول هل اجيبه ولا لا. تمام، هو حرفيا دومتي ساندوتش بتستعمل فعلا المنتج اللي هي كاتباه على الصوره، مش بس حطاه. المنتج ده انا دقته قبل كده، هو نفسه اللي هو اسمه كريمي، كان طعمه حلو جدا ماشي.
وفعلا هو اللي اتحط جوه الدومتي دوت. فعلا يستاهل 10 من 10. تقييمي هيبقى فيه على طول. طعمه حلو، سعر حلو، ممكن اجيبه تاني وتالت ورابع. ممكن اجيب منه 3 ب 15 جنيه. هتبقى حلوه لو انت عايز تخلص عندك شغل مثلا في حته ولا حاجه، ممكن تجيب منه. جميل جدا ب5 جنيه حتى الان، حتى اللي بيشوف الفيديو حتى الان. طعمه فعلا جبنه رومي اللي ايه، حاجه جميله. والكريمي بتاعه مش مؤثر على طعم الجبنه، لسه طعم الجبنه الرومي موجود. ماشي. دلوقتي هنخش مع بعضينا على التقييم. انا خلاص قيمت افضل واحد دوت. الاثنين التانيين هنفاضل بينهم. ما انا متهيألي من وجهه نظري ماشي الاحسن الاسطنبولي، معاك منه اقل. يعني لو هدي الاسطنبولي 7 من 10 بسبب اني فيه طعم الجبنه الاسطنبولي ظاهر اكتر. معاك منه عدد الجبنه اللي محطوطه فيه قليله، لان تقريبا الجبنه اغلى كتير ان هي تتحط جوه حاجه ب5 جنيه. انما الجبنه الفيتا الكميه اكبر، بس الجبنه الفيتا انا عندي معاها مشكله، ما بحسش لهاش ليها طعم الا لما انا اعملها في سندوتش مع بيض. غير كده ما بيعتبرش ليها اي طعم. ما تنسوش بقى الشير واللايك والسبسكرايب، عشان ما ان انت وصلت للحته دي يبقى الفيديو ان شاء الله يكون عجبك. اشكر اللي علق لي تعليق ايجابي في اخر فيديو ليا. احب اشكركم كويس جدا جدا جدا. بحاول اتحسن، بحاول اظبط ان انا اكون على طول جاهز في فيديوهاتي. ان شاء الله مش هتاخر زي زمان يا رب، بس ساعدوني. عايزين حاجه مني؟ لا. طيب مع السلامه.